وانا بقول الفيديو بتاع رفع عن نفسك، الناس فهمت غلط، قعدت تقول لي يعني ايه مش مشكلتنا، هي مشكلتنا هو مشكلته هي. قصدي ان احنا قمنا لقينا حاصل، احنا السبب ان هو يحصل؟ لا، بس احنا ممكن نكون السبب ان هو يقف. هنا بتعمل اللي عليك، انت مش بغزه، انت مش جامد فشخ. الله اكبر، ربنا يحفظه. العمالة بتتهد حواليه وبيخسر اهله ليفت اند رايت، وصامد لسه بيحارب. لو انت جامد قوي كده كان ربنا وداك هناك، هو حطك هنا مش انت بس قده، ربك حطك هنا مش هناك. انت لازم تكون بره عشان تعرف تشير وهتساعد. لو انت بقيت بتضايق زيه مجهد زيه مش هتعرف تعمل حاجه، عايزين حد تالت يساعدنا. كلنا بنعمل اللي علينا وهو ده اللي علينا، انت مطالب تعمل اكثر من كده. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده وسعك انت، ده وسعه هو. عشان كده انا بصور بلبس العلاج الطبيعي داخل من الباب اهو في العياده. خد بريك من الاخبار، ما ينفعش تفضل تتفرج عليها كتير، مش فارقه معايا الوسيله، لغايه ان انا اساعده ايا كان الوسيله. ممكن تكون وسيلتي ان انا اخش السينما كل يوم واخد فشار كراميل كل يوم، بس في الاخر هساعده، مش فارقه معاك ازاي. فكره انك لازم تحس احساسه عامل ازاي وتتفرج على الاخبار كل يوم، فكره مغلوطه. ربك حاطط كده مش هناك، انت مش احن عليهم منه ولا اكرم عليهم ولا هتعرف تعمل حاجه زيه. اعمل اللي انت تقدر عليه، بس تتبرع، تقاطع، تشير، توعي، تعمل اللي عليك هنا. انت كده ما قصرتش. لو ضغطت نفسك واستغبيت تعيش حياته فما تقدرش على اللي هو بيعمله عشان ربك حطك هنا، دورك مش هناك، هتضعف وهتقع وهتكون بجد خسرته. عشان ما اعطلش نفسي بقى لازم اروح لك طبيعي عشان هيكلني.